هنعمل النهاردة بقى بسكوت في الخلاط، 40 بسكوتة بكوبايتين من الدقيق من غير ولا زبدة ولا سمنة. هنشكله كمان بكل سهولة، يعني من غير ادوات ولا اي حاجة، بحاجة كده بسيطة عندنا في البيت ومتاحة في كل بيت. عايزة اقول لكم بجد تحفة جدا ومقرمش جدا، والطعم فيه تحس ان طعم فيه طعم الزبدة رغم احنا مش حاطين فيه زبدة خالص، بس طعمه تحفة جدا. وده طبعا بسبب المقادير البسيطة اللي احنا حطيناها فيه، يخليه طعمه تحفة جدا. كمان مش هياخد في ايدينا 10 دقايق. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوناش باللايك والاشتراك لو اول مرة تشوفينا. وطبعا لو عجبكم فكرتنا، اول حاجة حطيت حبايتين من البيض بدرجة حرارة الغرفة، وانا هنا مستعملة البيض كبير. حطيت كمان فانيليا اللي هي بطعم البرتقال. هنحط كمان كوباية الا ربع من السكر وكوباية الا ربع من الزيت. وهنا انا ضفت كمان معلقة من اللبن البودر قبل البيكنج باودر، يديله طعم كده حلو. لو مش حابين اللبن البودر ممكن تلغيه من الوصفة عادي خالص جدا. هنحط معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. طبعا هنا لو حابة البسكوت سميك شوية او تخين شوية ممكن تحطي الكيس البيكنج باودر كله. وطبعا لازما ان احنا بنختبر البسكوت قبل اي حاجة. وهنا بقى بنضربه كويس جدا. انا عايزه السكر هنا يدوب، اهم حاجه كويس جدا، يعني تخلي السكر يبقى دايب جدا ومش باين خالص السكر فيه. وكمان تشوفيه كده بالمعلقه وتتاكدي ان هو السكر داب جدا، ده اهم حاجه. وهنا بقى حطيت كوبايتين من الدقيق، وهنا حطيت نص كوبايه من النشا. طبعا انا مش نازله بكل كميه الدقيق عشان اشوف بس ايه النسبه، عايز مني تاني دقيق ولا لا. طبعا هنا انا نزلت الخليط بتاعنا والنشا. هنا عايزه اقول لكم يعني نص كوبايه النشا اللي حطيناها ديت هيخلي البسكوت مقرمش جدا معاكي ويبقى طعمه حلو قوي. هنحط بقى ايه نص كوبايه من الدقيق، يعني كده استعملنا كوبايتين ونص من الدقيق من مج الشاي. طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني، في دقيق بيشرب سوائل كتير وفي دقيق لا. طبعا لو احتاج معاكوا دقيق بتحطوا، بس لازم ان انت تختبري البسكوت بتاعك، اي بسكوت عامه تختبريه كده وحدتين في الفرن تشوفيه هيعمل ايه معاكي. طبعا بنكور كده واحده قد حجم الليمونه ونختبرها، لو ما شقتش معانا العجينه يبقى هي العجينه كده حلوه جدا معانا. بنعملها كده على قد حجم الليمونه، ما بنكبرهاش قوي وبنسيب مسافه ما بينها. وطبعا بنبقى دهنين الصاج بتاعنا مسحه كده من الزيت عشان خاطر ما يلزقش فيه البسكوت. وبندخله بقى في الفرن على درجة حرارة تبقى يعني عالية. وبعد كده بنبدأ ان احنا بنهدي النار عليه عشان البسكوت ما بياخدش وقت وبيستوي على طول، يعني نخلي بالنا منه. هنا بقى هنبدأ ان احنا نشكل كده بقى بالغطا بتاعنا تشكيلات كده بسيطة جدا من غير منقاش ولا اي حاجة. نعمل كده 5 هلالات شكلهم تحفة جدا. يعني بصوا بحاجة بسيطة جدا بغطاء ازازة يعني تعملي شكل جميل جدا، بجد شكل تحفة جدا في الصوب. هندخل بقى ده الفرن وتعالوا بقى شوفوا ايلين وهي بتعمل معايا، يعني مش قادرة اقول لكم. بصوا هتعمل واحدة دلوقتي حبت تعمل معايا، شايفين؟ حاجة ما تتوصفش خالص. مش عارفة هي كانت ايه اساسا. هندخلهم بقى الفرن. وهنا بقى زي ما انتم شايفين طالع تحفة جدا، بجد طالع جميل جدا ومقرمش وطعم مش قادرة اوصف لكم الطعم عامل ازاي، بجد تحفة جدا بجد رهيب. يعني انا عايزة اقول لكم كل اللي داقه بيقول تحفة جدا ورهيب. يعني عايزة اقول لكم خلص كله في ثواني، 40 بسكوتة بس بجد تحفة جدا طعم رهيب. اتمنى لو وصلتوا لغايه هنا وعجبكم الفكره ما تنسوناش باللايك والاشتراك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشتركي في القناه عشان كل وصفاتنا اللي جايه هتعجبك جدا.